وش راح يكون إحساسك إذا سكنت في مكان يجمع ما بين التراث العربي الأصيل والفخامة الحديثة، وفي أرقى موقع بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر؟ هذا مو مجرد مكان تعيش فيه، هذا مشروع زايد ريزيدنس من شركة زيدار جروب. زيدار مستوحاة من كلمتين، زايد يعني الوفرة والزيادة، ودار يعني البيت، يعني بيت مليان فخامة وخير وراحة. خلنا نقول لك ليش زايد ريزيدنس مشروع مميز عن غيره. الشركاء اللي واقفين خلف المشروع كبار في عالم الاستثمار. العتيبة انفستمنتس، شركة استثمار إماراتية ضخمة ومعروفين بخبراتهم الكبيرة. عندهم مشروع ذا كايرو هاوس، وهو تحويل مجمع التحرير إلى فندق تراثي عالمي، طبعا بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مع مجموعة شركات أمريكية متخصصة في تحويل المباني التراثية إلى فنادق عالمية. أريغانزا للمقاولات، بخبرة أكثر من 30 عام، ولهم إنجازات كبيرة في المشاريع الحكومية مثل الأكاديمية العسكرية داخل الكيان العسكري الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وساحة الشعب، ومسجد مصر، وطبعا بوابات العاصمة الإدارية، والدكتور أشرف رفائيل، والذي تم اختياره الرئيس التنفيذي الأكثر تأثيرا في منطقة واشنطن العاصمة في جميع الصناعات، وهو صاحب جامعة روان بالعاصمة الإدارية، وهي أول فرع لجامعة أمريكية دولية موجودة بمصر. وش اللي يخلي زايد ريزيدنس مكان مميز؟ أولا لأنه أعلى مشروع بالمنطقة، مرتفع 8 أمتار عن أي مكان جنبه، والمساحة الكلية 150 فدان، 82% مساحات خضراء، وبحيرات وحمامات سباحة وملاعب بادل. مساحات الأبارتمنتس تبدأ من 155 متر، وأيضا موجود فيلات بمساحات مختلفة، وفي مول تجاري فاخر بمساحة 15 فدان. كل البراندات العالمية بتكون هناك، وكلوب هاوس على مساحة فدانين، ومناطق رياضية تناسب كل الأعمار. والأهم إن مكانه موجود في الحي الاستثماري الأول انفستمنت بارك، يعني إذا صار بينه وبين المناطق الموجودة بالتجمع الخامس مقارنة، فهو جولدن سكوير العاصمة الإدارية الجديدة، يعني موقع استراتيجي يضمن لك قيمة استثمارية تصاعدية مع الوقت. والأسعار تبدأ من 5 مليون جنيه، وخطط الدفع تناسب أي مستثمر ذكي. الفرصة هذه للمحظوظين وفقط. سجل بياناتك الآن وخليك جزء من مشروع يجمع ما بين الماضي الأصيل والمستقبل المشرق.